الزمالك بيخسر 2-1 من وادي دجلة في ماتش اداء سيء جدا لنادي الزمالك. عفوا انا اسف والله العظيم ما شماتة، بس انا الزملكاويه زمايلي النهارده في الشغل مسكوني. انا اسف والله يا جماعه، خساره يعني غير متوقعه لنادي الزمالك من وادي دجله، ويعني واداء باهت جدا، ويعني ما كانش فيه اي شكل لنادي الزمالك على مدار الشوطين، وتفوق كان واضح لوادي دجله، وهدف ضايع في الدقيقه اللي قبل الاخيره من انفراد من وادي دجله. كانت النتيجه هتبقى اتقل من كده، لكن الحمد لله ربنا ستر. تقريبا هي بقى شوطه وجايه للدوري وللابطال الدوري والفرق الكبيره السنه دي، وان شاء الله نشوف يعني تقدم ملحوظ في الموسم مع الفرق بالنسبه للاهلي والزمالك. وان شاء الله خير. كان معاكم ميدو الصباغ، واشوفكم فيديو تاني على خير. السلام عليكم.